ذاكرتنا البشرية عالم غامض، تستطيع أن تحتمل جرح الجسد وتنساه، لكنها تقف عاجزة تماما أمام جرح الكرامة. الفكرة دي جسدها بعبقرية الكاتب الراحل العظيم دكتور أحمد خالد توفيق في روايته الخالدة يوتوبيا. قال جملة بتلخص طبيعة الإنسان في مواجهة الألم والإهانة. قال: نحن نعتاد الألم، لكننا لا نعتاد الإهانة. الذاكرة تحتفظ بالألم لوقت قصير، لكنها لا تنسى الإهانة أبداً. قد تسامح من سبب لك الألم، لكنك لن تسامح من أهانك. جملة بتشرح لنا طبيعة ذاكرتنا البشرية وطبيعة جروحنا اللي لا تمحى. وهنا في اعرف أكتر بنحاول نفهم الجروح دي سوا. فقل لي، أي جرح ترك فيك أثراً لا ينسى؟